سلام سلام البنات، واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم طريقة تاع تحضير هذه الكيكة خفيفة المنعشة سهلة واقتصادية بمقادير جد بسيطة وحلوة كيما أنا وانتوما. هنايا راح تجيبي بولختي، ديري هنايا 3 حبات تاع البيض، ديري كاس تاع الحليب وكاس تاع السكر ونص كاس تاع الزيت، وديري مغرف تاع لافاني ومغرف كبيرة تاع الخل، وتخلطي كامل مع بعضها. اختي لهنايا لازم تخلطي دو بريفيرونس بالباتور، انا هنايا درت غير هكايا. وتروحي تحطي مبشور نتاع تاع البرتقال بما ان الكيكه تاعنا بنكهه البرتقال. انا هنايا خياتي، ومن بعد تروحي ديري الفارينه حتى من يثقل الخليط. انا ما نقدرش نعطي لك العبر، انا هنايا العبر تاعي دالي 2 كيسان كبار نتاع الفارينه، وكل وحده وعلى حسب الفارينه نتاعها. ودرت لها 2 باكيات كامل تاع الخميره تاع الكاطو باه تجي منتفخه طالعه وتجيك خفيفه. هذه هي السر نتاعها. كاين اللي يدير وحده وكاين اللي يدير وحده ونص، انا اختي هنايا ندير 2 باكي كامل. هذه هي. من بعد تروحي تجيبي المولو الاسطوري نتاعك اللي عنده 30 سنه الله يبارك، ايه يا خيتي. هذه هي. تروحي تعطي له دهنه وطيبيها من جهه واحده اخرى. نروحو نوجدو هذيك لاكخام تاعنا البنينه. يا خاوتي واش تنقولكم فيها؟ كاس نتاع عصير البرتقال وكاس نتاع الحليب ومغرف نشا وزوج مغارف كبار نتاع السكر، وتروحي تخلطيها فوق النار حتى تشوفي الخليط عقاد لك. الله الله ما تكثرش، غليه الاولى الثانيه طافي عليها وديري لها مغرف زبده وشبحيها كما راكم وتشوفوا. يا خاوتي شوفوا كيف جات خفيفه. نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.